كانت المقدمة للضيوف فريق القطن الكاميروني عن طريق اللاعب جيان جوزيه في الدقيقة 12 من بداية المباراة. في الدقيقة 12 كانت المقدمة للضيوف من خطأ فادح من دفاع النادي الأهلي. استطاع الأهلي إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عمرو جمال من تصويبة من خارج منطقة الجزاء بشكل أكثر من رائع. عمرو جمال اليوم يعتبر أحد أفضل اللاعبين في المباراة بتسجيله طبعا هدفين، ولكن استطاع الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة 33 من جملة تكتيكية ولا أروع بين طبعا لاعبي النادي الأهلي عبد الله السعيد بباطن القدم، هدف ولا أروع في مرمى فريق القطن الكاميروني. لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، ويأتي الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 أي في الدقيقة 8 يعود من جديد للتألق عمرو جمال بعد تمريرة ولا أروع من علي معلول. يسجل عمرو جمال الهدف الثالث للنادي الأهلي والهدف الثاني له في هذه المباراة، لينهي الأهلي هذه المباراة متقدما ب3 أهداف مقابل هدف ويرفع رصيده إلى 11 نقطة ويضمن التأهل. على الجانب الآخر المباراة الأخرى الوداد يتفوق على فريق زناكو الزامبي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 7